أهلا بيكم في كورس المنتور تريدر. هناخد التحليل اليومي للنهاردة 19/1/2026، وهنبدأ بالذهب. زي ما حضراتكم شايفين هنا كده، ده ليفل قوي جدا بينعكس من عنده السعر وما كسرهوش. ادي انعكاس وراح شبه لمسه هنا تاني وانعكس، ولمسه هنا تاني وانعكس، بعد كده لمسه من هنا وانطلق بقوة لأسفل. فده ليفل قوي جدا جدا جدا. لو حصل ان السعر كسر هذا الحيز، قد يعمل إعادة اختبار ويكمل انطلاق أو يكمل انطلاق على طول. عشان كده هنا بناخد صفقات شراء. الليفل بتاعنا عند ال 4620. 4620. طبعا الليفلات دي ممكن تختلف فروق بسيطة من منصة لمنصة، لكن احنا بنتكلم بشكل عام. الليفل السفلي هنا 4535. زي ما انتم شايفين ليفل قوي جدا، مجرد السعر لمسه ارتد صعودا. فده ليفل دعم قوي جدا 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 عند ال 4535. لو كسروا السعر وارد انه يعمل اعاده اختبار ويستمر او يستمر على طول. هنا بناخد صفقات بيع. في المنتصف هنا بناخد يا اما صفقات شراء او بيع طبقا لاغلاق الشمعات بتاعتنا، اللي هو حوالين ليفل 4578. طيب، هنروح للعملة اللي بعد كده. هناخد اليورو دولار. ناخد اليورو دولار. الحيز العلوي بتاعنا اهو، زي ما انتم شايفين اهو. لمس لمس هنا وارتد بقوة، فإذا ده ليفل مقاومة قوي. لو حصلوا كسروا السعر هيصعد بقوة. عشان كده هنا صفقات شراء. الليفل السفلي بتاعنا اهو عند احنا العلوي قلنا 1.1627. السفلي 1.1584. برضو أسفله صفقات بيع. هنا صفقات بيع، هنا صفقات شراء. والليفل الوسطي اللي هو 1.16 أعلاه بيبقى عادة صفقات شراء، طبعا حسب إغلاق الشمعة. وأسفله صفقات بيع، برضو حسب إغلاق الشمعة. طيب، هنروح للي بعد كده. هناخد المؤشر العالمي جيرمان 30، اللي هو أعلى 30 شركة في السوق الألماني. الليفل الأعلى العلوي عند 25375. زي ما انتم شايفين ارتداد 2 3. وهنا كان كسر كاذب ورجع تاني. يبقى ده ليفل قوي. عند كسر وإغلاق إيجابي بنعمل إيه؟ صفقات شراء فوق. الليفل السفلي عند 25225. أسفله صفقات بيع. والليفل الوسطي 25300. أعلاه تبقى صفقات بيع، وأسفله صفقات شراء حسب إغلاق الشمعات. هنروح مع بعض لليو اس 30، اللي هو أعلى 30 شركة في ال- الأسهم الأمريكية. أعلى 30 سهم في الشركات الأمريكية. الحد العلوي هو واضح جدا، شايفين ليفل قوي جدا بيرتد من عنده. ليفل مقاومة بيرتد من عنده السعر عند ال 49631. لو كسروا السعر أعلاه هيبقى صفقات شراء. وهنا الأسفل 449258 أهو. لو كسروا السعر لأسفل هتبقى غالبا صفقات بيع. والجزء الوسطي بتاعنا، حيز الوسطي 49444. طبعا أعلاه شراء وأسفله في الأغلب بيبقى بيع طبقا للشمعات. طيب، هناخد الجي بي بي يو اس دي، ودي آخر أداة هناخدها
النهارده الحيز العلوي بتاعي 1.341 أو 1.341 أهو ليفل مقاومة قوي. لو حصل إن السعر كسره هيرتد صعودا. هنا صفقات شراء. والليفل السفلي 1.33654. هنا لو السعر كسره الأغلب هتبقى صفقات بيع زي ما قلنا. والحيز الوسطي 1.3389. غالبا أعلاه بيبقى صفقات شراء وأوسطه صفقات بيع طبقا لإغلاق الشمعات. شكرا ليكم. دايما بذكر حضراتكم يا ريت نمشي بإدارة رأس المال وإدارة المخاطر. كل ده انت بتتعلمه جوه كورس المينتو تريدر. لو انت لسه ما بدأتش الكورس تواصل معايا عشان تقوم تبدأ وتستفاد، وادخل جروب التليجرام عشان تبدأ فورا. كل حاجة لو في أي أسئلة في أي وقت يا ريت تكونوا تبعتوا لي. شكرا جدا لحضراتكم.